ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. زي ما انتم شايفين كده انا حاطه في حله زي معلقتين زيت او 3 معالق زيت ومكعبين زبده كده. النهارده هنعمله مع بعض بقى ايه، بزله زي العسل. اعملوا انتوا بس بخطوات وهتعملوها زي اللي هيعملها هيجربها زي فظيعه. معانا هنا هنحط شويه بصل. هتقولي انت مش عامله البصل بتاعك، لا اقول لكم خلاص وزعلانه قوي، فمستنيه انزل عشان اجيب فلفل واجيب بصل وايه واعمله في الكبه عشان احفظه في الفريزر. بصوا كده مقطعه كده مخلطه اي حاجه كده بطريقه عشوائيه هنعملوها اهو. بصوا يعني تدبل سيكه كده اهو، وبعد كده هنحط عليها اللحم. النهارده هنعمل لكم بقى البزله واعمل بابا غنوج. هتقولي ايه علاقه ده بده؟ اقول لكم هي ملهاش علاقه، بس انا جوزي بيحب ياكل البزله جنبيها بابا غنوج، وولادي كده هو لازم بابا غنوج ده جنب البزله، لو مفيش بابا غنوج مش هياكلوها. فانا هعملها لكم بقى واعمل لكم البابا غنوج طبعا بقى، رز بالشعريه والحاجات الحلوه دي كلها تبقى تحفه في الجو التلج ده تدفي. انا ماليش في البزله قوي، انا ولا يعني انا بحبها بس مش قد كده، ولا بحب الفاصوليا الخضراء مع اني بعملها جميل، بس لا ماليش فيهم قوي. بصوا كده اهو بصوا كده اللي هي البصله. بصوا هي ما اتحمرتش بس هي دبلت. معايا هنا لحمه طبعا غسلها كويس جدا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا كده تتقلب بقى كويس. بصوا كده اهو ريحه البصل مع تشريحه اللحمه تبقى حلوه جدا. بصوا جربوا بقى البزله بالطريقه دي وحياه ربنا هتعملوها على طول، هتعتمدوا الطريقه دي على طول، طريقه زمان دي. بصوا هنخلي بقى اللحمه شويه، مش هنحط عليها اي حاجه، هنخلوها شويه بس لغايه ما ايه، ما تتشوح كده، تحسوها اللي هي اتحمرت ولونها هيتغير. هنشوفها نقعد نفضل كده نقلبه فيه عشان نجيبه اللي تحت لفوق، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. هنبص كده على اللحمه، بصوا عملت ازاي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهي كده انا مش عايزه اكتر من كده تمام. بصوا انا هنا معايا صلصه طماطم، بصوا كده. انا طبعا ايه انا حطيت لها معلقتين صلصه عشان الطماطم اصلا مش حمرا قوي، فاضطريت ان انا احط صلصه عشان تحمر ايه، تخلي البزله تبقى ايه لونها احمر كده زي الطماطم بالظبط تمام. بصوا بقى كده هنحط هنا فلفل اسمر، بصوا كده هنحط هنا ايه بصل وثوم بودر، مش هحط ملح دلوقتي خالص تمام. بصوا بقى كده اهو احنا عملنا الخليط ده كده اهو، هنسيبه بقى يغلي شويه، وبعد كده ايه يعني اقول لكم هنعمل ايه بقى ايه فيه تاني، بس عشان اللحمه ايه تستوى شويه كده اهو، وبعد كده هنشوف هنحط البزله بقى ازاي والكلام ده كله تمام. تعالوا مع بعض بقى نعمل البابا غنوج. بصوا انا شويت البتنجان في الفرن، شويته ما بحبش اقليه يعني اعمله على النار، لا بحب الفرن عشان ريحه التدخينه تبقى جامده. بصوا بقى هنا دي ميه البتنجان، نيجي بقى ايه نهرسه. بصوا كويس، ممكن اضربه في الكبه بس لا بالشوكه عشان يبقى قطع البتنجان كده اهوت في قلبيها بيبقى تحفه قوي قوي. بصوا بقى كده
نهرسه بقى كده كويس بالشوكة على قد ما تقدري. هرست اهو، بصوا كده. معاني هنا هنحط هنا الاول عصير ليمونه، استنوا كده البذر بتاعها بس. انا لسه اللحمه على النار، في تدويره على النار. بص انا حطيت نص ليمونه عشان الليمونه كبيره كده. المنظر ده كده اهو. بصوا هنحط بقى ايه شويه خل عشان بس الليمون ما يسودش. تمام كده اهو. بصوا كده. حطيت الخل بقى وحطيت نص ليمونه. بصوا بقى لونه حلو ازاي، فاتح كده اهوت، مش مسود. انتوا عارفين البتنجان كله حديد، بس بصوا بقى في القطع ازاي. بصوا بقى انا هنا حارسه توم مع فلفل، بصوا عامل ازاي كده اهو. هنيجي نقلبه برضو، نقلبه كله كده مع بعض اهو. بصوا كده، وحاطه فيه شويه ملح برضو، فانا هشوف لو محتاجين ملح هنحط. معانا هنا طحينه، بصوا الطحينه دي انا اللي عاملاها. بصوا عامله الزيت بتاعها ازاي، بصوا تحفه اللي انا كنت عاملاها معاكم. دول ايه معلقتين او 3 معالق كبار. احنا بنحبه البابا غنوج اصلا بالطحينه الكتير، بيدي طعم حلو قوي. بصوا كده اهو. هنيجي نقلبه برده كل المكونات الحلوه دي مع بعض. بصوا كده اهو، شايفين الشكل والالوان اهو. بقت تحفه، ريحته تحفه قوي. هنيجي نحطه هنا هنحط معلقتين زيت كتير عشان دي بس يدي اللمعه مش اكتر. بصوا كده اهو. بصوا بقى وذوقوا احلى بابا غنوج اهو. خلصنا البابا غنوج. بصوا بقى الجمال، طعمه فظيع وخطير قوي قوي. بصوا كده. بصوا بقى انا جايبه علبه عشان انا بحب اغطيه، يعني اغطي عليه واحطه في التلاجة. بصوا كده اهو، والله بيفضل عندي في التلاجة. محمد ابني بصوا بينفع كل الاكل. انا عندي بصي البزله فظيعه، بياكلوا معاها البابا غنوج. انا بصراحه انا مستغربه يعني هما بياكلوا البابا غنوج. انا اول ما اتجوزت ما كنتش عادي، ماما كانت بتعمل البزله عادي وبس، بزله بس. لا جوزي بقى عودني اللي لازم بابا غنوج. بصوا كده حطيتها كده في العلبه وهغطي عليها. هنحطها ايه في التلاجة بقى لغايه ما نيجي نتغدوا ان شاء الله ونطلعه. تمام. هنيجي بقى نشوف البزله بتاعتنا. مش عايزه اقول لكم على ريحه اللحمه عامله ازاي، فظيعه فظيعه بجد. بصوا عامله ازاي حلوه قوي واستوت. بصوا مش هقول لكم سوا 100%، لا. هنيجي هنا معايا جزر، هنفضي الجزر هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا بقى حسب الجزر اللي انتوا عايزينه. انا بقى البزله بتبقى حلوه قوي بالجزر، بتبقى حلوه قوي قوي كمان. في ناس بتحط عليها خرشوف وبطاطس. بصوا والله في كتير يعني عادي يعني، وانا بحترم ده، كل واحد حر طبعا في طريقه اكله وبتاع. بس لا انا ما بحبش اللي هي بالجزر، يعني لو اكلتها باكلها بالجزر بس. انا ماما على فكره كانت بتعملها بالخرشوف، تحط فيها خرشوف، بس انا عشان ما بحبش الخرشوف
فممكن تبقى طعمها حلو. تمام اهو كده حطيت الجزر، هنحط البسله. ده انا كنت مفرزاها، هبقى عايزه اوريها لكم بعد كده. والله بقى اجيب خضار ونفرزه سوا. بصوا كده اهو، بسم الله ما شاء الله الريحه فظيعه وملهاش حل. طبعا في الجو الساقع ده بقى شويه بسله ورز بقى بالشعريه فظيعه. بصوا كده، بصوا بقى هنغطي عليها ونشوفها لغايه ما تستوي. تمام طبعا انتوا عارفين الرز بتاعي، فمش هعمله بقى معاكم، هوريه لكم بقى بعد ساعه التقديم. البسله بقى هنسيبها كده اهو لغايه ما تستوي، وهوريها لكم طبعا في نص السوا بتاعتها عامله ازاي، وبعد كده نشوفوا بقى ايه اما نيجي نقدموها. تمام هنغطي عليها بس. الاكل خلاص، مش عايزه اقول لكم بقى ريحه ايه وطعم ايه، فظيعه 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 بجد البسله. بصوا مستويه واللحمه دايبه، بصوا تحفه. لسه دلوقتي يا دوبك مطفيه عليها. وبصوا البابا غنوج، بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، فظيع. بصوا لونه محتفظ بلونه ازاي، الطحينه مع الليمون مع الخل. اعملوا الطريقه دي هتبقى تحفه وعمركم ما هتبطلوها. وطبعا الرز الشعريه بتاعي انتوا عارفينه يعني، وعملته كتير جدا في القناه. ودي بقى البسله بقى العسل، بصوا مربى البسله زي السكر، جميله قوي. بصوا مستويه وكل حاجه دايبه فيها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بجد ملهاش حل. عايزاكم بقى بجد جربوا بقى طريقتي في البسله والبابا غنوق والرز. يعني اكله دي حلوه قوي وتدفي بقى الولاد في الشتاء وكده. فعايزاكم بقى ترفعوا لي الفيديو دوت وتعملوا لي، عايزه لايكات كتير جدا، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك، وعايزه كومنتاتكم اللي هيعمل حاجه من وصفاتي. ولو انتوا عايزين حاجه ابعتولي وقولولي وانا هرد عليكم كلكم. ربنا يا رب يديمكم نعمه، وكل سنه وانتوا طيبين، واشوفكم ان شاء الله الفيديو جاي باذن الله.